في كل العالم الإسلامي هناك صوت إذا بدأ التلاوة سكت كل شيء. صوت لا يحتاج تعريفا ولا يحتاج صورة، لكن القليل يعرف كيف بدأ هذا الصوت ومن أين جاء. هذه ليست قصة شهرة بل قصة خشوع صنعه الأخلاص. ولد عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في بيئة بسيطة، لا نفوذ ولا شهرة ولا طريق مختصر. كان طفلا عاديا إلا في شيء واحد: إذا قرأ القرآن سكت من حوله. حفظ القرآن مبكرا، لكن الحفظ لم يكن النهاية. درس، اجتهد، وعمل في التعليم. سنوات طويلة لم يكن معروفا خارج محيطه، لا تسجيلات منتشرة ولا أضواء، فقط رجل وقرآن. في أحد الأيام تم اختياره ليؤم الناس في المسجد الحرام. لم يكن أكبر الأئمة سنا ولا أشهرهم اسما، لكن ما حدث لم يكن عاديا. عندما بدأ التلاوة كان صوته ثابتا، ثم انكسر، ليس ضعفا بل خشوعا. آيات الرحمة خرجت من قلبه قبل أن تخرج من لسانه. الناس بدأت تبكي، لم يكن بكاء مفتعلا ولا أداء صوتيا، كان صوت رجل يقرأ وكأنه يخاطب. بعد الصلاة لم يتحدث الناس عن جمال الصوت بل عن ما فعل بهم. بدأت التسجيلات تنتشر، ليس بدعاية أو تخطيط، لكن الناس كانت تقول: هذا الصوت يذكرك بالله. من مكة إلى كل بيت مسلم. لم يكن الأمر سهلا أن يعرف صوتك في الدعاء والبكاء والخشوع، يعني أن تحاسب على كل حرف. الشيخ السديس لم يتغير، نفس البساطة، نفس الانكسار في الدعاء. قليلون يعلمون أنه كان شديد الحرص على أن لا يكون صوته سبب شهرته بل سبب الهداية. كان يرفض المبالغة ويرفض تحويل التلاوة إلى استعراض. في ليالي رمضان عندما يقول: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، لم يكن دعاء محفوظا، كان اعترافا، ولهذا بكى الناس. لم يصبح الشيخ السديس مشهورا لأنه يملك أجمل صوت، بل لأنه كان أصدقهم. أرجو الاشتراك أعزائي، إلى اللقاء.